50% من المقاعد، ده وارد. وقد يحدث انه ياخد 30 بس وما ينجحش في انه يصل بالائتلاف الى ال50. يبقى اذا فكرة الاغلبية لو مشينا بالاغلبية فقط يبقى مش هتعمل وزارة، هتحل مجلس الشعب وتجري انتخابات جديدة زي ما بيحصل في بعض الدول الأخرى اللي بتعجز الأحزاب فيها عن إنها تشكل ائتلاف. لكن لما بتقول الأكثرية أي الحزب أو ائتلاف الأحزاب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد في مجلس الشعب. وقد يكون هذا الحزب حائز، يعني حتى في التجربة اللي فاتت في البرلمان اللي فات لما كان مثلا حزب الحرية والعدالة في أقوى حالاته ولسه ما كانش حد جربه في الحكم ولا غير رأيه فيه ولا حاجة، وكان بيتمتع بتأييد جماهيري كبير، لم يحصل على الأغلبية، حصل على أكثرية وتحالف مع أحزاب أخرى لكي يشكل الأغلبية. فأنت هنا بتراعي ظروف البلد والحياة الحزبية اللي موجودة، وتمكن هذه الأحزاب التي قد لا تصل إلى مرحلة أن تحصل على أغلبية هكذا بمفردها في الانتخابات أن تشكل حكومة، ولكن شريطة أن تحصل على موافقة الأغلبية البرلمانية. فده الفرق بين الأغلبية والأكثرية.